طبعا في نوع من الاكلات بيفرق جدا في معدل الحرق، دايما بيقال عليها الشوربه الحارقه للدهون. تعال اقول لك بتتعمل ازاي. الشوربه الحارقه للدهون يعتبر ترند عالمي لا يموت، من قبل ما اخترعوا كلمه ترند هي كانت ترند. هي شوربه الكرنب، مكوناتها الرئيسيه عباره عن كرنب سواء بلدي او ابيض او احمر، وافضلهم الاحمر والكرفس. حط معاه اي خضار تاني عشان يملى وعشان يشبعك. ايه الميزه؟ الكرنب مليان الياف، الكرنب بيشبع جدا. الكرنب ال 200 جرام فيهم 50 سعر حراري، يعني حضرتك بباقي المكونات ممكن تاكل نص كيلو، كل اللي فيه مش هيوصل معاك 150 200 سعر حراري. يجي هنا دور الكرفس الموجود مع شوربه الكرنب. الكرفس نيجاتيف كالوري، سعرات سلبه، فيبدا ياخد من جسمك سعرات ما يدكش بالتبعيه السعرات الموجوده في الطبق توصل معاك تقريبا النص. تبقى اتغديت ب 100 سعر حراري بس. 100 سعر حراري ده اكتر من نص رغيف عيش. خلي بالك شوربه الكرنب مفيده جدا جدا لاغلب الحالات المرضيه ما عدا الناس اللي عندها قولون عصبي مزمن. شوربه الكرنب ممكن ناخدها في انظمه الدايت من 2 ل 3 اسبوعيا، بتجيب نتائج هايله جدا، خاصه لو كان عندك كوليسترول او دهون على الكبد. ودايما وانت بتاكلها ما تنساش تدعي لي.